السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نشوف مهرجان البيتزا اللي احنا عملناه يوم العيد ميلاد اللي قلت لكم عليه من يومين. وانا لسه ما نزلتلكوش الفيديو، بس حبيت انزله لكم النهارده علشان خاطر تشوفوا احنا عملنا ايه يوم العيد ميلاد. عملنا بيني بيتزا بالجبن وباللحمه المفرومه، شويه حشوات كده للبيتزا مختلفين، يا رب يعجبوكم. وعملنا بقى واحده كده كرناها كده للغدا قبل العيد ميلاد عشان طبعا جوع، بالستريبس. بس طعمها في حتة تانية خالص بالفلفل الألوان والزيتون، طعمها حكاية. وده الشكل النهائي بتاع الميني بيتزا، طعمها وشكلها روعة قوي. اقول لكم بقى في الفيديو ده انا بعجن عجينة البيتزا ازاي و... وكل خطوات خطوة بخطوة، وبعمل برضو الكاتشب ازاي. الطماطم بتاعت الكاتشب بسلقها، وبعد كده بحط عليها، بضربها في الخلاط واحط عليها معلقتين من الخل، ومع نص معلقة سكر صغيرة، وذرة وحبة ملح وحبة فلفل أسمر وحبة بهارات، يعني حبة البهارات بتاعتنا العادية. وبحط عليها ايه تاني، او سكر وخل. واهم حاجة ان انا بسلقها علشان خاطر السليق ده بيخلي الكاتشب طعمه حلو قوي. احسن ما تضربيها كده من قبل ما تسلقيها، مش بتبقى حلوة زي ما انتي سلقيها. لما بتسلقيها بيبقى طعم الكاتشب بيبقى زي بره بالظبط، زي ما بره بيعملوه بالظبط. ودي كانت لحمة مفرومة متعصجة عادية خالص. انا ما حبيتش انزل لكم لان كل الناس بتعرف اللحمة المفرومة بتتعصج ازاي. وحطينا عليها قرنين فلفل كده علشان خاطر يعلوا التست معانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اكسبوا من الصلاة على النبي. النهارده يوم الجمعة، يوم مبارك، يوم عيد المسلمين. يا رب يجعل في ساعة استجابة. ربنا ينصر المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا اقول لكم بقى انا بعمل العجينه بتاعه البيتزا ازاي. العجينه عباره عن كيلو من الدقيق، كوبايه من اللبن، باكت من الخميره. بندفي اللبن شويه ونحط باكت الخميره فيه، ونحط ذره ملح ومعلقه كبيره سكر وبيضه. بنجيبها ونحط عليها معلقه من الخل، وبعدين بنمكس كل المواد السايلة مع بعض. نضرب كل المواد السايلة مع بعض، وبعد كده بقى ننزل عليهم بالكيلو دقيق، ونعجن العجينة لحد ما تاخد معانا الشكل طري وانسيابي وجميل. وبعدين نسيبها تخمر، وبعدين نبدأ بقى نشكلها زي ما احنا عايزين. بتطلع هشة وجميلة وقطنية، زي ما انتوا شايفين كده. بتبقى ناعمة وحلوة قوي وزي بره بالظبط. انا مش مجريه الفيديو عشان خاطر اوريكم التفاصيل. ده كان يوم العيد ميلاد بتاع اختي الصبح. عملنا الميني بيتزا وعملنا حضرنا كل حاجه، وبعديها بقى عملنا العيد ميلاد. انا كنت منزله لكم جزء منه كده على الشورتس، لو حابين تتفرجوا عليه هتلاقوه موجود على الشورتس متثبت. وكنا عاملين حجازيه برضو، بس انا ما رضيتش انزل لكم فيديو الحجازيه علشان خاطر انا كنت لسه منزله لكم فيديو الحجازيه كان حلو قوي برضو. فلو حابين تتفرجوا عليه هتلاقوه برضو متثبت عندي على الصفحه. الميني بيتزا جميله وكل الولاد بتحبها، وبتبقى حلوه قوي في اعياد الميلاد. يعني حاجه مالحه كده جنب التورتات والجاتوهات. بصوا ده الشكل النهائي بعد ما حطينا لها الزيتون والميكس الجبن، شيدر وموتزاريلا. فانزاتي انا بحبكم، ويا ريت تدعموني. انا بحبكم في الله. انتوا حبايبي واخواتي. انا مستنيه منكم تعليقاتكم على الفيديو وعلى البيتزا اللي احنا بنشكلها قدامكم دي. لو عجبتكم ما تنسونيش بقى في لايك وشير.
واسيبكم بقى مع الحلقوة بقى والجمال ده وتشكيل البيتزا بجد حلوة قوي قوي. النهارده بقى بالليل انتظروني، هنزل لكم فيديو حلو قوي 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 بتاع عيد ميلاد ابني. هنزله لكم النهارده بالليل ان شاء الله. لا اختلاف على البيتزا وعلى الميني بيتزا، طبعا كل الناس بتحبها. ده الشكل النهائي بقى قبل ما نحطها في الفرن. فيديو جديد من مطبخ ياسمين، زي ما قلت لكم انتظروني. هنزل لكم الفيديو بتاع عيد ميلاد ابني وهو بيطفي شمعة 5 سنين. لو انتوا لسه معايا وكملتوا الفيديو انتوا احسن ناس، بحبكم قوي في الله. باي باي. ما تنسوش دعوة من القلب للقلب يوم الجمعة في ساعة استجابة، يا رب يجعل لكم ساعة استجابة في كل يوم يا رب العالمين. ربنا يحفظكم. باي باي.